اتجنبوا المشاكل. منديل وقع. تخرجوا طبعا عادي، ممكن تخرجوا، بس مش الصحبه اللي تقولك تعالي نكلم ولد، تعالي مش عارفه نعمل ايه، ده احنا في جامعه بقى، ده احنا الدنيا حلوه معانا، ده احنا طلاب جامعه نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. لا، لازم يكون في حدود لكل حاجه، مش عشان انت طالبه جامعه يبقى تعملي اللي انت عايزاه. لعين لعنه الله على اصدقاء الجامعه. التعامل مع الدكاتره. ازيكم يا حلوين، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده هنتكلم عن نصايح اتمنيت حد يقولها لي قبل ما ادخل الجامعه، او وانا في سنه اولى كنت حرفيا ضايعه خالص. فالنهارده جمعت لكم النصايح اللي انا استفدت بيها او خدتها من الجامعه، علشان الناس اللي لسه داخله سنه اولى ما تتسوحش زي ما انا اتسوحت حرفيا. فهنقول لكم على 5 نصايح قبل ما تخشوا الجامعة، علشان تكونوا واخدين بالكم من كل حاجة، وعشان تتجنبوا الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها لما كنا في سنة أولى. فالفيديو بتاعنا متقسم ل5 نصايح. يلا بينا على أول نصيحة. اول حاجه هنتكلم عن ازاي نتجنب ان اي حد يحرجنا او يتريق علينا. لكم شويه مصطلحات لازم تعرفوها عن الجامعه علشان مش تتوهوا هناك، او علشان مش تخلوا حد يتريق عليكم. طيب، اول مصطلح لازم تعرفوه ان الحصص دي ما عادش في حاجه اسمها حصص في الجامعه، اسمها محاضرات. والحصص دي بتبقى عباره عن حصه كبيره وحصه صغيره. الحصه الكبيره اسمها محاضره، والحصه الصغيره اسمها سيكشن. والمستر اسمه ايه؟ المستر اسمه دكتور. والمس اسمها ايه؟ اسمها دكتوره. او الديسك اسمه ايه؟ اسمه بنش. والفصل اسمه ايه؟ اسمه مدرج. لازم تعرفوا الحاجات دي، اكتبوا ورايا دلوقتي. اسمه مدرج، تمام. وايه تاني؟ والكانتين اسمه كافيتيريا، تمام. تنزلوا تجيبوا حاجه من الكافيتيريا، ما تقولوش كانتين، تمام. وايه تاني يا حلوين؟ وعندكم لما جرس الفسحه ده، لما جرس الكليه يرن، ده مش جرس فسحه خالص، ده جرس حريقه، لازم تهربوا على طول، تمام. مش حاجه اسمها فسحه، تمام. وباب الكليه او باب الجامعه بيفضل مفتوح، وباب الجامعه بيفضل مفتوح، فما تستغربوش من الحكايه دي. يعني ما تستغربوش تقولوا المدرسه بابها مفتوح نهرب منها، لا، دي مش مدرسه، دي جامعه شامله كليات كتير، فعادي ممكن تكون مفتوحه، تمام. ممكن تكون كليتكم مفتوحه برضو عادي. بعد كده عايزين نتكلم عن ايه تاني اللي لازم. ونسيت اقول لكم ان الواجب اسمه شيت. انا هعمل شيت، يعني هعمل الواجب. وامتحان اخر السنه اسمه فاينل، تمام. ما تقولوش امتحان اخر السنه، اسمه فاينل. كده نكون عرفنا الحاجات اللي لازم نعرفها، عرفنا الحاجات اللي لازم نعرفها علشان محدش يحرجنا هناك، تمام. تاني حاجه بقى هنتكلم، او تاني نصيحه من النصايح ال5 اللي معانا. ركزوا معانا، احنا كده اتكلمنا عن اول نصيحه. تاني نصيحه معانا هي التعامل مع الدكاتره. التعامل مع الدكاتره يا حلوين مش زي التعامل مع المس او المستر، اللي هو بعد ما تخلص المحاضره تكلمه تقول له لو سمحت يا مستر، انا مش فاهم الحته دي. لا، مفيش كلام، مفيش من الحاجات دي خالص في الكليه، تمام. الدكاتره صعبين جدا. الدكاتره مش زي، معلش عشان جو حر انا اصلا مش طايقه نفسي. الدكاتره مش زي المدرسين خالص اللي هم بتوع المدارس او بتوع الدروس خالص. الدكاتره صعبين، ممكن يشيلك الماده وانت قاعد. يعني لو انت طولت على الدكتور او الدكتوره، بالذات الدكاتره، احنا كلنا تربيه رياضيه بنات، كلها دكاتره، فحرفيا فانتوا لازم بقى تتعودوا على النظام ده. اول ما الدكتور تقولك او الدكتوره تقولك يعني ما تعمليش كذا، يبقى ما تعمليش. ما ترفعيش صوتك على الدكتوره. في نفس الوقت برضو يعني ما تكونيش مكشره قدامها، لازم على طول تكوني مبتسمه كده، تكوني بتعبري ليها ان انت بتحبيها، يعني فاهمين. اي كلمه تقولها لازم تسمعيها، تمام. مذاكره تذاكري، شغل عملي تعملي عملي، علشان احنا كتربيه رياضيه كلها عملي، تمام. فده التعامل مع الدكاترة بجد صعب جدا، صعب جدا يا جماعة. التعامل مع الدكاترة مش زي التعامل مع المدرسين بتوع ثانوي، تمام. يبقى دي تاني نصيحة من النصيحة بتاعتنا بتاعت الجامعة. طيب، هنخش بقى على تالت نصيحة. تالت حاجة الصحاب، او احنا بقى داخلين جامعة عايزين نكون بقى شلة طارق كب ومش عارفة ايه. مفيش من الكلام ده خالص. الصحاب هناك ملاعين لعنة الله على اصدقاء الجامعة. والله بجد يا جماعة عمري ما شفت صحاب زي صحاب الجامعة دول. صحاب الجامعة دول اخبث الناس، تمام. انا عايزه افهمكم من اولها كده، صحاب الجامعه دول اخبث الناس. يعني ممكن تكون بتسلم عليكي وبتطبطب عليكي وحبيبتي وروحي ومش عارفه ايه، وتكون مش طايقاكي من جواها، ليها فيها في غل جواها ليكي، ما تعرفيش من ايه. فانتي تصاحبي واحده نظيفه وبتحبك وصاحبتك جدا جدا، احسن من انك تصاحبي 500 واحد عشان تكوني شله ويكونوا كلهم بيكرهوكي ومش بيحبوكي، ويكونوا شله فيك كلها في بعضها، تمام. فالصحاب لازم تصاحبي واحده
جو ولع حرفيا. لازم تصاحبي واحدة تكون نفس مستواكي او نفس احترامك. لو انت بتذاكري تذاكري معاها، لو تقولك يعني مثلا تنصحك ان انت تمشي في الطريق الكويس، مش عارفه ايه، تنصحك ان انت تكملي الجامعه كويس، تكملي لحلمك، يعني تمشوا مع بعض يعني في الطريق الكويس. مش تقولك تعالي مثلا نخرج، تعالي مثلا نروح مش عارفه. هتخرجوا طبعا عادي، ممكن تخرجوا، بس مش الصحبه اللي تقولك تعالي نكلم ولد، تعالي مش عارفه نعمل ايه، ده احنا في جامعه بقى، ده احنا الدنيا حلوه معانا، ده احنا طلاب جامعه نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. لا، لازم يكون في حدود لكل حاجه. مش عشان انت طالبه جامعه يبقى تعملي اللي انت عايزاه، لا طبعا. انا كتربيه رياضيه احنا مش عندنا ولاد معانا في الكليه، فانا ما جربتش ان انت يكون معاكي ولاد في الكليه وتقعدوا جنب بعض والكلام ده. انا لا، احنا كليتنا كلها بنات، تمام. ف نصيحتي ليكي برضو، حتى لو كانت الكليه اللي انت هتروحيها فيها ولاد، مالكيش دعوه بحد، ما تصاحبيش ولد، ما تتكلميش مع ولد، ما تقوليش ان انا خلاص بقى ده انا في كليه، ده انا مش عارفه ايه، ده انا ده لازم ارتبط وكلام من ده. لا، الكلام ده كله فيك وملوش اي 30 لازمه، وهو هيديكي في مصاري. احسن لك ان انت تركزي في مستقبلك، وتركزي ازاي تطوري من نفسك، ازاي تطلعي حاجه من الكليه. حتى لو كان مجموعك قليل في الكليه لازم تطوري من نفسك فيها، تمام. طولنا في النقطه دي. فحابه اقول لكم ان انتوا لازم تكونوا صحاب يكونوا شبهكم بالظبط، تمام. صحاب يكونوا شبهكم بالظبط ويكونوا محترمين، دي اهم حاجه حتى لو كانت صاحبه واحده، تمام. نخش بقى على النصيحه الرابعه وهي الهدوم اللي هتشتريها. حرفيا يا جماعه، حرفيا انا كنت هبله جدا 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 جدا. انا علشان بقى طالبه تربيه رياضيه كنت مفكره ان انا لازم البس بناطيل او ترنجات من بتاعه الرياضه دي، وتيشيرتات بقى، وما ينفعش البس بقى طقمه ولا البس حاجات من دي. لا لا لا، ده انا التربيه الرياضيه يا جماعه ما ينفعش البس الحاجات دي. كنت حرفيا مسخره. كنت اول يوم جامعه ده لابسه تيشيرت كان لونه اورنج كده، وبنطلون لونه اسود، بنطلون قماش لونه اسود. هبقى اوريكم الصوره هنا، هنزل لكم الصوره هنا. حرفيا كان شكلي مسخره حرفيا. لو فما تتصرفوش من دماغكم، حرفيا ما تتصرفوش من دماغكم. انا قلت عشان انا طالبه تربيه رياضيه فلازم البس حاجات رياضيه، فعادي جدا ممكن نلبس اي حاجه في تربيه رياضيه. مش لازم يعني نلبس هدوم رياضيه عشان انت تربيه رياضيه تبقي بتلبسي هدوم رياضيه، عشان انت في حقوق تبقي تلبسي كاجوال كده. لا، عادي يا جماعه، البسوا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حابينه. فده كان الكلام عن الهدوم اللي هنشتريها. اشتري اللي انت عايزاه، بس في نفس الوقت ما تكتريش من الحاجات اللي انت هتشتريها علشان ذوقك هيختلف. اول ما تكبري في السن، او يبقى عندك مثلا 21 سنة كده، واول ما تقعدي في الجامعة بقى وتتعودي على الناس وتتعودي على صحابك، هتلاقي ذوقك اختلف خالص. فلازم تشتري حاجات بسيطة جدا، او ممكن تشتري طقم ولا طقمين، هما طقمين بس اللي تشتريهم للجامعة. بعد كده بقى تفكري انتي الستايل بتاعك عامل ازاي. او مثلا ممكن واحده صاحبتك تقولك ده الطقم ده حلو وممكن نشتريه، مش عارفه ايه، فاهمه. فالستايل بتاعك هيتغير اول ما تدخلي الجامعه. فموضوع الهدوم ده ما تشتروش حاجات كتير خالص اول يوم جامعه، تمام. بعد كده هنخش على اخر نصيحه، وانا خليتها للاخر عشان دي اهم نصيحه. اتجنبوا المشاكل. منديل وقع. اتجنبوا المشاكل في الجامعه، اتجنبوا المشاكل، خليكوا في حالكم، ما تمشوش مع الصحاب اللي هم بيقولوا ان احنا ايه، احنا مش هاممنا حد، احنا شباب جامعه، احنا مش عارفه ايه. لا لا لا، ما تمشوش مع العيال دي. يعني اديك سايب الدنيا كلها وجاي يقدم تحت دماغي، جاي قوقو ولا مش عارفه بيعمل ايه تحت دماغي. المهم اتجنبوا اي مشاكل بتحصل في الجامعه، ملكوش دعوه بيها. مثلا في بنات بتتريق على دكاتره، خلاص يا عم، في بنات بتتريق على دكاتره، في بنات تقول دي الدكتوره دي لابسه كده ليه، دي دكتوره فلاحه دي، ولا عامله ايه، دي دكتوره فاشله، دي دكتوره مش عارفه ايه. اتجنبوا ان انتوا تتكلموا مع العيال دي خالص، اتجنبوا، عشان الموضوع بيوصل للدكاتره. الكلام ده خلاص يا عم، عايزين نعمل الخرا الفيديو، استغفر الله العظيم يا رب. اتجنبوا ان انتوا تتكلموا مع العيال دي، علشان الكلام بيوصل للدكاتره، واول ما يوصل للدكاتره انت بتضحكي معاها عادي، هتلاقي نفسك انت اللي واقعه في كل ده. ممكن الدكتوره تقوم جايه مشيلاكي الماده، او تقوم جايه طرداكي من الكليه نفسها، دكتوره عادي تضيع مستقبلك في ثانيه.
فاتجنبوا المشاكل، وتجنبوا ان انتوا تقعدوا مع الصحاب دي وتضحكوا معاهم وتهزروا في حاجات عن الدكاتره. مالكيش دعوه بالدكاتره، الدكاتره دول خط احمر. لو الدكتوره هزقتك كده عادي، انا بالنسبه لي عادي، على قلبي زي العسل. اهم حاجه ان انا اسمع كلام الدكتور عشان ايه؟ اعدي. اسمع كلام الدكتور عشان اعدي. حطوا تحت الكلام ده مليون خط. محدش بيكلمكم عن الكلام ده، محدش بيكلمكم عن الدكاتره. كل اللي بيكلمكم بيقول لكم اللبس والستايل ومش عارفه ايه الجامعه. انا بكلمكم عن الدكاتره يا جماعه. الدكاتره بجد صعبين 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 صعبين. فلازم نحترم نفسنا ونسمع كلام الدكاتره وما نتكلمش في ظهرهم. الدكاتره حلوين، كويسين، وحشين، طيبين، شريرين، احنا ملناش دعوه. احنا اهم حاجه بناخد معلوماتنا وخلاص، وبنروح وبنذاكر او بنتعلم مهارتنا وخلاص. تمام. بنتعلم مهارتنا دي اللي احنا في تربيه رياضيه يعني بناخد عملي وكده، فبنتعلم المهاره يعني وكده. تمام. بناخد مهاراتنا بنتعلمها. ده بالنسبه لبتوع تربيه رياضيه. بالنسبه لاي حد في الجامعه يعني. تمام. فدي النصايح اللي انا كلمتكم عليها النهارده. اتمنى من كل قلبي تمشوا بالنصايح دي. الفيديو ده اصلا انا مش محضره له، انا كلامي كله يعني كلامي كله من قلبي حرفيا. انتوا اخواتي ولازم اعرفكم النظام ماشي ازاي عشان مش تروحوا تتسوحوا. اهم حاجه ما تروحوش تسوحوا في الجامعه. اهم حاجه زي ما قلت لكم الدكاتره خط احمر. الدكاتره مش زي المدرسين. يمكن المدرس يسيب لك مره واثنين وثلاثه يقول ده ابني عادي، ده طفل عادي. الدكاتره لا، ممكن يشيلك الماده حرفيا. والله ما بهزر. في عيال كتير شالوا الماده بسبب دكاتره، وفي عيال اترفضوا من الكليه بسبب دكاتره. فالدكاتره خط احمر. الدكاتره ما يهمهمش حد. تمام. فدي كانت النصايح يا حلوين. لو عجبتكم النصايح ما تنسوش تعملوا اهو. بصوا الديك ماشي دلوقتي بعد ما خلصنا الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. واتمنى ايامكم تكون حلوه خالص في الجامعه، وما تشوفوش شر خالص، وما تشوفوش حاجه وحشه خالص، وتكونوا اصدقاء وتكون حياتكم حلوه واحلى حياه في الدنيا. ف بس انيو.